اليوم اعزائي المشاهدين حطينا اول مليون ديالنا في البورصه نتاع كازا. وما كيهمش في الاول واش مليون دولار ولا مليون اورو ولا مليون درهم ولا حتى مليون سنتيم. المهم هو راه بدينا. اليوم غادي نبارطاجي معاك شنو هما الشركات اللي شريتهم، كيفاش من البلاتفورم تقدر انت تبدا تشري، وعلاش مشيت من طبيعه الحال البورصه نتاع كازا وما مشيتش لاستثمارات واحدين اخرين. واهم حاجه هي منين كنجيب الفلوس اللي بديت كنستثمرها في البورصه نتاع كازا. الا كتشوفنا اول مره معك مسوشين كنهضر على الربح في الانترنت، ومؤخرا بديت كنهضر حتى على الاستثمار. دير لك الفيديو، دير سبسكرايب الا كتشوفنا اول مره، تفاعل مع هذا المحتوى هذا باش يبدا يطلع لك محتوى احسن منه. ونبدا. اللي شاف البدايه ديال هذا الفيديو غيقول مع راسو هذا وقيلا داخل بشي عشرات المليار ولا بشي 100 مليار البورصه نتاع كازا. ولكن انا شخصيا عارف باللي المنطق نتاع الفلوس راه تيبدا بدرهم واحد، 10 دراهم، 100 درهم، 1000 درهم، 10000 درهم، 100000 درهم، مليون درهم. راه هكا الفلوس تيكبروا. الناس اللي اليوم عندهم دي بورتفوليو نتاع مليون درهم، ملايين الدراهم ولا كاع ملايير في البورصه، راه كانت واحد الوقيته ما عندهم والو، ولكن بداو. فاش كان هذاك الشويش مع الوقت تيكبر. الاستثمار الا بقيتي كتستثمر في البورصه نتاع كازا وكتستثمر في احسن الشركات وبقيتي كنسيستنت مستمر، فراه القيمه ديالها، تخيل معايا المؤشر باش كنعبروا الميزان، باش كنعبروا البورصه نتاع الدار البيضاء، بدا في 2002 مادكس اللي معروف. من 2002 ل 2025 طلع ب 542%. بمعنى قيمه الفلوس اللي كانت في البورصه وقيمه الشركات اللي كانت طلعت شي اكثر من 6 المرات. فراه غالبا ما كاينش شي ارتفاع بحال هذا في شي استثمار من غير الكريبتو اللي كتطلع دغيا وكتهبط دغيا، ولا العقار اللي غالبا خص يكون شي حاجه في هذيك الارض، يكون شي استثمار جديد ولا يكون شي مشروع ولا هكا باش تقدر تطلع القيمه ديالها 6 المرات و5 المرات. بمعنى هنا خصنا نديرو في بالنا باللي البورصه راه من احسن الاستثمارات اللي تا هما فيهم الريسك من طبيعه الحال، ماشي مضمونين 100% باش نكون معكم واضح، ولكن من احسن الاستثمارات اللي تيكبروا الفلوس واللي تيحافظوا على قيمه الفلوس من ارتفاع الاسعار، احسن من تخليهم في البنكه، احسن من تحفر لهم وتخليهم بالطريقه التقليديه في شي كوفر ولا شي حاجه بحال هكا. واللي تيحافظوا على الفلوس وقيمتهم من قال لك التعويم اللي يقدر يكون في المغرب واللي يقدر يغلي من طبيعه الحال ولا يرفع من الاسعار. معنى البورصه الشباب راها من احسن الاستثمارات اللي بها راه كتعاون راسك. راه البورتفوليو ديالك تيبدا بصفر، 200 1000، 5000، 10000، 100000 وهي غدا. ومن طبيعه الحال تتعاون بها حتى الاقتصاد الوطني. راه هذوك الشركات اللي كتشري الاسهم ديالهم فراه تكون عندهم هم واحد السيوله اللي يقدروا يستثمروا فيها في المغرب، يريكروتيو ناس جداد، يكريو فرص شغل جديده، ولا يستثمروا حتى على برات المغرب. هنا راه تيدخلوا ريفوني للدوله والبلاد من على برا من طبيعه الحال وتيوليو كومبيتيتيف اكثر. هنا بالنسبه لك كيفاش تبدا؟ اي واحد فينا يقدر يبدا، ولكن من الاحسن قبل ما تبدا يكون عندك شويه الفلوس ولا يكون عندك واحد الدخل. البورصه راه ما ديالش تحط 1000 درهم ولا 10000 درهم ولا حتى 10 المليون الا بغيتيها تشرب الشاي. تقدر من طبيعه الحال تحطها وعندك ليفري نتاع الوسيط اللي كيشري لك واللي تيبيع لك، ولكن تقدر الا حطيتيها باش بغيتيها ولا غتحتاجها السيمانه الجايه ولا الشهر الجاي، تقدر هذاك السهم اللي شريتيه ولا هذيك الشركه ولا هذوك الشركات اللي شريتيهم يهبطوا، ما يحققوش ارباح ما بين هذه المده هذه ولا يكونوا عندهم مشاكل. بمعنى خص يكون عندنا واحد المدخول الشباب، يكون مدخول ستابل سواء اونلاين ولا اوفلاين، نهز منه واحد البركه ونبقاو نحطوها في البورصه. باعتبار البورصه ما خصناش فلوس كثيره باش نبداو. انا بديت ب 200 درهم، وليت كنشوف 2000 درهم، وليت كنشوف دابا 10000 درهم، خمسه الارقام وهي غاده. وهذا الشيء راه بديت غير مؤخرا، وانا بديت على اساس نستثمر باش نستافد من دابا 2036. راه ماشي كنحط انا فلوس باش غادي نحتاجهم السيمانه الجايه. انا كنحط واحد الفلوس اللي كنشوف راسي انا ما غاديش نحتاجهم تدوز 10 سنين. اذا اهم حاجه قبل ما نفكروا في البورصه هي واش عندنا ما نستثمروا فيها. الاولى واش عندنا شي فلوس، شي ورثه، عندنا شي فلوس مجموعه. هذه هي اول فكره. ثاني حاجه واش عندنا شي مدخول اللي به غادي نعيشوا واللي به غادي نحيدوا واحد البارتي ونستثمروها في البورصه، واللي به من طبيعه الحال غادي ما غاديش نحتاج هذيك الفلوس هذه السيمانه ولا السيمانه الجايه باش ما نمشيش ندخل البورصه ونشري وندير ثاني واحد لوردر نتاع نبيع وغنخسر لي فري نتاع باش شريت ولي فري باش غادي نبيع،
وديك الساعه نقدر نخسر في الترانزاكسيون كلها هي، حيت نقدر نشري اسهم ويهبطوا ولا تنقص قيمتهم، ومن طبيعه الحال نتسمى خاسر. بمعنى غنفكر واش عندي ما نستثمر، واش عندي واحد المدخول ندخر ونستثمر منه واحد شويه. عاد ديك الساعات غادي دوز ليطاب الثانيه نتاع كيفاش غادي ندير باش نستثمر في البورصه. الا عندنا مدخول غادي نستثمروا منه واحد شويه، ولا عندنا واحد الفلوس ديجا مستوكيه بغينا نستثمرها في البورصه، هنا فراه هضرنا في اخر فيديو باللي اغلب البنكات عندهم السيرفيس نتاع الوسيط. الوسيط هو البنكه تتكون نيكتيك مع لا بورس، كتمشي لاجونس فين عندك من طبيعه الحال الكونت، كتقول لهم راه بغيت كونت تيتر، كونت نتاع اسهم اللي يخليني نشري اسهم. من طبيعه الحال اغلب البنكات تيعطيك واحد التطبيق سميتو هذيك البنكه بورس ولا هذيك البنكه ستوك ولا شي حاجه بحال هكا. انا عندي كونت في بنكه سميتها سي اف جي، هي تعطيك واحد البلاتفورم تتشوف فيها شحال عندك في لي زاكسيون، وتتشوف فيها حتى شحال عندك الفلوس. وكاع اغلب البنكات عندهم هذه القضيه، وحتى البنكات بحال كريدي دو ماروك مازال ما عندهمش هذه الابليكاسيون هذه. ولكن سولت في لاجونس قال لك الا بغيتي تشري في البورصه غدير واحد لوردر في لاجونس، من طبيعه الحال قال لك هما غادي يشريو لك. بمعنى اغلب البنكات اي بنكه عندك تمشي عندهم تقول لهم راه بغيت لابليكاسيون تاع البورصه، وراه تيقادوها لك وتياكتيفيو لك كونت تيتر. بحال الا عندك كونت بونكير باش تكون عندك كارت كيشي باش تيري وتدخل فلوس الى اخره، حتى البورصه خصك واحد الكونت سميتو كونت تيتر، هو اللي من طبيعه الحال به غتشري عن طريق البنكه. تاخذ هذيك لابليكاسيون، غادي ندخلوا عندي البوست ديالي باش تشوفوا، تاخذ هذيك لابليكاسيون تيكون عندك فيها توت لي زاكسي، تيكون عندك فيها لي زاكسيون، تشوف الاسهم اللي كاينين الشركات اللي كاينين، وتتحدد شحال بغيتي تشري، وتتحدد الثمن اللي بغيتي تشري به، المينيموم الماكسيموم. تقول لهم مثلا راه بغيت نشري الى طلع ل 560، الا كان السهم دابا ب 550 وتقول لهم راه الا كاع طلع ل 560 غادي نشري، ولا الا هبط ل 540 الى اخره. غادي ندخلوا للبي سي ديالي باش تشوفوا. هنا اعزائي المشاهدين كندخلوا لانترفاس ديالي. باغ اكزومبل عندي انا كونت سي في جي، وكاع البنكات عندهم هاد الانترفاس هادي. هنا تختار واش تبغي تشري لي زو بي سي في ام فايت لينا هضرنا اليوم ولا نهضروا اليوم من بعد، ولا واش تختار لي تيتر. الا كنتي ديبيوتون غتختار لي زو بي سي في ام. لي زو بي سي في ام اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف دي فالور موبيليير. هنا ما كتشريش سهم، هنا كتقول لهم راه بغيت نحط انا 5000 درهم اخويا او بي سي في ام عندكم، وكتختار 5000 درهم ولا 2000 درهم ولا انت وجهتك. وهنا راه ماشي كتشري اسهم، راه هما اللي كيشريو، بمعنى الريسك راه هابط بزاف. ولا الا بغيتي تمعلم شويه راك غادي تختار الاسهم. انا كدير اوبيراسيون بورسيير وتطلعوا لك الاسهم اللي كاينين، سي دي ام، سي في جي بانك، سي اش، كاين البنكات بزاف، كاين اكديتا نتاع الكلينيكات، كاينين تي جي سي سي نتاع لي طرافو، كاينين شركات بزاف، عشرات الشركات المغربيه، كاينين لي بلو بيرفورمون، كاينين اللي ضعاف. المهم كل كدير ليتود ديالك وكتقلب مزيان وكتختار. الا اختاريتي مثلا كاش بلوس باغ اكزومبل، هنا كتمشي لهاد الكونتيتي بشحال بغيتي تاخذ من سهم، وتيبان لك لتحت لو بري بروبوزي نتاع السهم دابا، حيت تقدر تشري سهم من كاش بلوس ديريكتومون، ولا تقدر تشري من عند ان انفستيسور اللي فايت ليه شراه، ولا شي اورغانيزم دانفستيسمون اللي فايت ليه شراه. وكتشري باغ اكزومبل لا كونتيتي اللي بغيتي كتحددها والطريف اللي مستعد انك تخلصو، وكدير كتختار هنا واش بغيتي تشري اليوم ولا بغيتي تشري على حساب هذاك الطريف اللي حددتيه. واش مثلا بغيتي تشري دوز لوبيراسيون اليوم ولا من هنا لاخر الشهر الا كاع هبط لهذاك الطريف اللي حددتيه الى اخره. هادشي كله هو غادي تفهموا مع الوقت. خصك غير تبدا وخصك غير تركز على باش تفهم البورصه قبل ما تبدا تشري. وديك الساعات كدير هنا لتحت ليكزيكسيون اكزيكوتير البنك ديالك كتكمل لوبيراسيون حيت هما اللي كيشريو ليك. المهم غير بدا. واهم حاجه الا عندنا مدخول تنختاروا الوسيط، راه من طبيعه الحال تنحددوا لا استراتيجي ديالنا. واش انا داخل بفلوس كثيره وبغيت واحد الربح في هذه السيمانه ولا في هذا الشهر ولا في هذا العام، ولا انا بغيت نستثمر شوي بشوي، بغيت نحط واحد البورتفوليو واحد 5 سنين ولا 10 سنين. ديك الساعات غتجمع لي واحد البركه ونشوف اشنو من طبيعه الحال غادي ندير بها، ولا نزيد نخليها تما تزيد تكبر غنعود نعيش بالديفيدوند. حيت بزاف الشركات فاش كيحققوا ارباح كيديروا تقسيم الارباح. حتى الناس اللي عندهم لي زاكسيون راه تيوصلوهم ارباح اللي سميتهم لي ديفيدوند على من طبيعه الحال هذوك الاسهم اللي شروهم. وهنا راه كنربحوا جوج المرات، راه كنشريو سهم اليوم ب 540 ولا ب 1000 ولا ب 140،
يقدر الى الشركه بقات في السوق ودارت ايفور ودارت انفستمنت، راه يقدر هذا السهم. عطينا امثله نتاع تي جي سي سي ونتاع اكديتال ونتاع مارسا ماروك، اسهم اللي في 5 سنين طلعوا ب 400%، 500%، 300%. وهذه راه ماشي نصيحه ماليه باش تمشي تشري تي جي سي سي ولا اكديتال ولا مارسا ماروك، ولكن في البورصه تاع كازا كاينين شركات اللي كيحققوا ارباح، وكاينين شركات اللي عندهم بوتونسيال، خصوصا مع كاس العالم في المغرب. كاينين شركات نتاع البناء والاشغال الاوراش الكبرى، كاينين شركات نتاع المنصات، كاينين شركات نتاع البانكين. بالنسبه للشركات اللي غادي نستثمر فيهم، انا بديت واحد البورتفوليو اللي به بغيت نوع، بغيت ندير شويه من البانكين الابناك، بديت كنشري شويه البانكين، ومن بعد غادي نشري شويه نتاع الشركات نتاع الاوراش الكبرى. الشركات نتاع الاوراش الكبرى كيكبروا، وغادي نزيد نشري شويه نتاع الشركات نتاع الهيلث كير ولا شي حاجه بحال هكا، الشركات اللي عندهم الكلينيكات، حتى هذا واحد البيزنس اللي غادي وهو تيكبر في المغرب. وهاد الشركات نتاع الكلينيكات في المغرب راه بداو تيتوسعوا لافريكا، بمعنى راه كاين فيها بوتونسيال. وهذه راه ماشي نصيحه ماليه، داكشي باش ما غاديش وما نحقيش نعطيك سميت الشركات اللي شريتهم، حيت انا ماشي خبير استثماري. وبالنسبه للمبتدئين، الناس اللي مازال ما عندهمش تجربه، راه من الاحسن انكم تبداو بلي زو بي سي في ام، الاورغانيزم دو بلاسمون دي فون كوليكتيف دي فالور موبيليير، شي حاجه بحال هكا. كتدخل لهاد البلاتفورم ديالك سميتها، كتدخل الانترفاس ديالك دو بورس، كيبان لك لي زو بي سي في ام. هنا كتختار واش بغيتي. هنا واحد الخبراء اللي هما مكلفين بلا بورس ومحاضرين غير لا بورس وعندهم تجربه من طبيعه الحال في لا بورس، هما اللي تيتكلفوا لك بالاستثمار ديالك. هنا كتختار واش بغيتي تشري اكسيون، بغيتي تشري اوبليغاسيون، تختار واش بغيتي لونغ تيرم، بغيتي تستثمر هاد الفلوس على 5 سنين، على 10 سنين، على 20 عام، ولا بغيتي شورت تيرم 6 شهور، عام، الى اخره. وهنا من طبيعه الحال لي زو بي سي في ام تقدر تربح بزاف، تقدر تربح شويه بارابور الا استثمرت راسك، ولكن بالنسبه للناس اللي مبتدئين راه من الاحسن انهم يبداو بشوي، يبداو بلا انفستيسمون تاع واحد المبلغ صغير. البورصه راه ما تعطيكش فوا 10 فوا 5 فوا 6 في 6 شهور، ولا حتى في عام، ولا حتى في 5 سنين. وممكن واخا في 10 سنين، راه على حساب شحال داخل، على حساب الاسهم اللي شريتيها، على حساب الخدمه ولا الفونكسيونمون تاع الشركات اللي شريتيهم. من طبيعه الحال هادشي كله هو كننصح، الحاجه اللي كنصح بها هي ندخلوا اليوتيوب، نديروا البورصه، بورصه الدار البيضاء. كاينين الناس اللي خبراء في البورصه اللي عندهم ما يتقال وتيعاونوك تفهم اي حاجه ما يخص البورصه. حيت اهم حاجه قبل ما تبدا تستثمر هي تفهم علاش مستثمر، تفهم علاش غيخصك تستثمر في البورصه، تفهم علاش البورصه احسن من العقار خصوصا اللي ما عندكش فلوس كثيره، وتفهم علاش البورصه احسن من تخلي فلوسك في البنكه، حيت كتمشي لهم القيمه، كاين لانفلاسيون، كاين التعويم، كاين شحال من حاجه. معنى بالنسبه لي انا دير واحد البورتفوليو اللي غادي يكون من طبيعه الحال ديفيرسيفيي، غادي يكون فيه شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا، باش حتى الى شركات ما داروش ما خدموش مزيان ما ربحناش معاهم مزيان، شركات واحدين اخرين غادي يعوضوهم من طبيعه الحال. بالنسبه للسؤال نتاع منين كنجيب الفلوس، هذا هو المهم، وعرفتكم كامل اللي كتسناو هذا السؤال هذا. بالنسبه لي انا شخصيا عندي بيزنس مع اوشين كونيكت دوت كوم ليكم مع لي سونتر دابيل في المغرب وفي افريقيا. هنا كتجي واحد لا كروند ماجوريتي نتاع لارجون باش اللي كنستثمروا بهم، حيت هذا البورتفوليو راه شي 3 شهور دابا باش بداو ولا 4 شهور، راه ماشي زعما سنين. معنا وصلنا 5 الارقام، راه مزيان، راه سي تري تري بيان. راه انا نقدر ننصحك تبدا تحطير 200 درهم في الشهر، غير 200 درهم تحطها في الشهر، ولكن ما تشريش كل شهر سهم واحد ب 200 درهم حيت يكون عندك لي فري. حطها في واحد الكونت كل شهر، تجمع عندك واحد 5000 ولا واحد 3000 درهم، عاد غتمشي تفتح كونت تيتر وعاد تشري بها، وتخلي ثاني 200 200 200 200. هذا غير اكزومبل، تجمع واحد 3000 ولا 5000 درهم وعاود تشري بها، وتما هكا لسنين. راه ماشي نهار ماشي سيمانه. بالنسبه لي شخصيا كل واحد وراس مالو، كل واحد الاستراتيجيه ديالو. المدخول الاساسي جاي من oceanconnect.com. كاين مدخول مؤخرا ولا تيبان من صناعه المحتوى، بمعنى هاد الفلوس نتاع صناعه المحتوى كلها هي كتمشي لهاد الانفستيسمون. كاينين فلوس كتجي مره من المنتوجات الرقميه، من قمرود بعض المرات، ولا من الكوميونيتي نتاع سكول. هذه حتى هي ما محتاجينش ليها، تنحطوها حتى هي في هاد الانفستيسمون، بمعنى نفكروا نتعلموا لواحد المهاره رقميه، نحاولوا نربحوا فلوس اونلاين. عاد ديك الساعات
يكون عندنا واحد المدخول ونحطوه. اللي عنده شي سؤال على البورصه، شنو هي المرحله اللي انت واقف فيها، ولا المرحله اللي محتاج اننا نديروا عليها فيديو نهضروا عليها من دابا لقدام، قولوا لي في التعليقات. اللي بداو قولوا لي شنو هما الاسهم اللي كتنصحوا بها من طبيعه الحال. اللي مازال ما تابوناش يتابونا، اللي بغى يهضر معايا من المجتمع الرقمي ديالنا غادي يلقى الرابط في اول تعليق في فيسبوك وفي الديسكريبشن في يوتيوب. الا مازال ما تابونيش تابونا. الا عندك شي واحد بغى يتعلم وبغى انفيستي في البورصه، بارطاج معاه هذا الفيديو. وتحياتي.